تستمر التكهنات حول طرد الأميرة رجوى الحسين من زفاف ناصر جودة ابن الأميرة سمية بنت الحسن بعد صورها بالمايو، خاصة وأن العرس أقيم أمس ولم تظهر رجوى بأي من الفيديوهات أو الصور. وفي التفاصيل، ردت رجوى آل سيف على أخبار طردها من حفل زفاف طارق ناصر جودة نجل الأميرة سمية بنت الحسن ووزير الخارجية الأردني الأسبق ناصر جودة على الآنسة زين هادي أبو هنطش، وذلك بسبب غياب العائلة المالكة عن الحفل، ما أثار جدلاً كبيراً. في هذا السياق، سربت رجوى إلى الإعلام صورة لها من الحفل ظهرت فيها إلى جانب زوجها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وورائها الأمير هاشم بن عبد الله، مؤكدة أنها كانت حاضرة في الحفل. يذكر أنه كان قد أقام السيد جودة مأدبة غداء للاحتفال بزفافه في قاعات مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان بحضور جد العريس الأمير الحسن بن طلال ولي العهد الأردني الأسبق، بالإضافة إلى شخصيات جاوز عددها 400 شخصية من مختلف أطياف المجتمع الأردني. لكن لم يظهر أي من أفراد عائلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الحفل، ما جعل المتابعون يتساءلون ما إذا كانت لم تتم دعوتهم أم أنهم لا يزالون يتوارون عن الأنظار بعد جدل ظهور الأميرة رجوى الحسين بالمايو إلى جانب زوجها الأمير الحسين خلال شهر عسلهما في المكسيك. وقالت بعض المصادر أن الأميرة رجوى والحسين لم يكن مرحباً بهما في الحفل، إذ أن كثيرون اعتبروا أن انتشار صورها بالمايو يعد اختراقاً سافراً للبروتوكول الملكي. وكانت قد احتفلت الأميرة سمية بنت الحسن في 4 أكتوبر عام 2022 بخطوبة نجلها الأكبر طارق ناصر جودة بحضور زوجها السابق ناصر جودة والملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله وجد العريس الأمير الحسن بن طلال وجدته الأميرة ثروت الحسن.